غلطات بتعملها في الانجليزي بتقول للناس انك مبتدئ. لو انت ما لحقتش تحضر زوم المبتدئين اللي عملناه الجمعه اللي فاتت، فتعالوا اقول لك احنا عملنا ايه. اتكلمنا عن نقطتين مهمين جدا، سواء انت مبتدئ او متقدم كلامك مش بيخلو منهم verb to be و verb to do. واول ما بدانا السيشن سالنا الشباب يعني ايه بي، قالوا يعني يكون. بي دي اللي معناها يكون ليها 5 عيال او 5 كلمات بيعبروا عنها، وكل كلمه من دول متخصصه في مكان معين. يعني am معناها برضو يكون بس بتيجي مع I، انا مش بقول I be بس بقول I am. is بتيجي مع he و she و it، he is she is it is. و are برضو معناها يكون بس بتيجي مع we و they و you، you are they are we are. و was برضو معناها يكون بس في الماضي، كان بقى بتيجي مع I و he و she و it، I was he was she was it was. were برضو يعني كانوا في الماضي، you were انت كنت، they were هم كانوا، we were احنا كنا. فخلينا متفقين ان بيها الام معناها يكون، وبتيجي في حالات معينه مش هنتكلم عنها النهارده، فبتيجي ك am و is و are و was و were. عندي سؤال بقى مهم ليك قوي، لما تقول I am انا اكون، انت هتكون ايه؟ يا اما انسان يا اما حيوان يا اما شيء، اللي هو من الاخر يعني اسم. فممكن تقول I am احمد او I am بسنت، وده بيفسر لنا السؤال اللي بيتقال في كل انترفيو What is your name؟ What's your name؟ هسيب لك على الشاشه دلوقتي كام كلمه وانت تقول هل انت ممكن تكون الحاجات دي ولا لا. الأولى صح، الثانية والثالثة والرابعة صح، الخامسة غلط والسادسة صح. أكيد مش هتقول أنا أكون يأكل I am eat، غلط. هسيب لك على الشاشة دلوقتي 5 جمل، كل جملة منهم ناقصة حاجة، يا إما am يا إما is يا إما are. حاول تجاوب كل واحدة وأنا أمشي واحدة واحدة بالنطق الصح بتاعهم. I'm أحمد I am أحمد. I'm happy I am happy. He's أحمد he is أحمد. She's شيماء she is شيماء. They're teachers they are teachers. We're sad we are sad. كده القاعدة سهلة قوي وتعرف تكون أي جملة. am و is و are was و were لو أنت بتتكلم في الماضي، زي مثلا it was hot yesterday we were hungry. الخمسة دول بيجي بعدهم اسم أو صفة. I am أحمد I'm أحمد. He is stressed he's stressed. هديك شوية أمثلة على أسماء وصفات، سعيد حزين مكتئب خالد دريم مصطفى. بس عمرك ما هتكون فعل، أنت بتعمل الفعل بس انت مش الفعل. فاكر ال3 جمل اللي حطيتهم لك على كفر الفيديو؟ Are you hear me؟ Are you understand me؟ I am agree. معاك 5 ثواني تكتشف الغلط فين وتصححه. Do you hear me؟ Do you understand me؟ I agree أو I do agree. عشان hear و understand و agree كلهم أفعال، فمش هحط ولا am ولا is ولا are، هحط على طول المقابل ليهم do أو does و did في الماضي. في فيديو جاي إن شاء الله هنتكلم عن إمتى تجيب am و is و are was were وبعدهم فعل. بس في الأول قول لنا في الكومنتس لو الفقرة دي كانت مفيدة ليك ونكمل فيها، وبرضه قول لنا أنهي فقرة لغاية دلوقتي نزلت على القناة كانت أحسن حاجة ليك عشان نقدر نكمل فيها. بس كده، وما تنساش تنورنا في القناة وتقول لنا حبيت فقرة